يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على قلوبكم. نهاركم كله خير يا رب وسعادة. النهاردة يوم جديد، شايفين القطاقيط بتوعي دولت. صبحت عليهم أول ما صحيت، هم بيبقوا نايمين معايا في الأوضة أصلا. فأول ما بصحى كده بروح مدورة عليهم كلهم واطمن عليهم والاقيهم الحمد لله بخير. أبدأ بقى أقول بسم الله الرحمن الرحيم وادخل كده المطبخ واستكشف العفاريت بتاعت بالليل. يا ترى عفاريتنا بتاعت بالليل كلت ايه، شربت ايه، عملت ايه. المهم الحمد لله المحصول يعني بتاع اكل العفاريت. المواعين بتاعتهم الحمد لله، ان انا بقعد اسال ولادي الصبح يا جماعه مين ساب المواعين دي. ما نعرفش يا ماما، يا جماعه مين ساب المواعين، إيه انت اللي كلت؟ لا. طب اقعد اقول لهم خلاص احنا عندنا عفاريت بتاكل بالليل. فالمواعين ما كانتش كتيرة قوي، بس اليوم ده انا بقى كنت صاحية يعني الحمد لله كده ربنا. كان عندي نشاط كده، او كان عندي ارق او قرف من الشقة، ما تعرفوش كان عندي ايه بالظبط. بس اللي هو كنت صاحية، لا انا النهاردة عايزة اطري الشقة كده، الجو حر جدا جدا، فطبعا كنت عايزة اطري الشقة كده بقى. ورحت شادة بقى السجاد وشادة الحاجة. وتعالوا بقى نشوف، بس نقول ايه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. تعالي بقى ايه، ببدأ يومي بإيه؟ كوباية الشاي بتاعتي. انتوا عارفين انا مش بفطر غير كوباية الشاي سادة، انا ماليش تقل قوي، او اللبن مش بيحبني. على رأي امي الله يرحمها كانت تقول ما تقوليش ما بحبش كذا، قولي الحاجة ما بتحبنيش. فانا اللبن مش بيحبني قوي. فانا بفطر كوبايه الشاي بتاعتي وسندوتش جبنه، اي سندوتش جبنه. اي حاجه موجوده عندي، وربع يعني انا قسمت العيش. ربع للعسل وربع للجبنه. انا مشكلتي يا جماعه السكريات، بجد بجد يعني احنا لازم نعمل دايت كلنا مع بعض، لو موافقين على الفكره قولوا لي وهنزل لكم وصفات دايت فعلا لو لقيت تشجيع منكم كده. هنزل وصفات دايت، وكل يوم هقول لكم انا اكلت ايه وعملنا ايه ونظامنا ايه. وحاجات من البيت طبعا، لان مش هينفع نجيب بقى الحاجات الخزعبلات اللي بيقولوا عليها دي ونمشيها ازاي. ما فاحنا هنظبط الدنيا كده، ان احنا ايه، نمشي باكل البيت بس نخس. انا عملتها قبل كده، عملت الصيام المتقطع كان ممتاز ممتاز. بس بامانه انا بقالي فتره ما عنديش كده اراده ولا قوه، ولا عزيمه كده للدايت، مش عارفه مالي. فشجعوني كده وتعالوا نشجع بعض. بس لو اول مره تشوفيني اتمنى ان انت تعملي اشتراك في قناتي، ولو اول مره تشوفي فيديو اتمنى ان انت تعملي لايك، تكتبي لي تعليق حلو. بيفرق معانا كتير جدا جدا موضوع التعليق او موضوع اللايك. يعني انا ببقى منتظره عامله الفيديو ومنتظره بس اسمع كلمه حلوه منكم، او اسمع تعليق، او قصدي اشوف تعليق. طبعا التعليق ده بيرفع الفيديو، بيخلي غيرك يشوفه، فبيفرق معانا كتير، فما تبخليش عليا بالتعليق. وباللايك، قصدي اقصد اللايك هو اللي بيفرق معانا كتير جدا. لما بتعملوا لايكات كتير يا جماعه للفيديو، ده معناه ان اليوتيوب بيشوف ان الفيديو كويس، فبيبدا يرشحه لحد تاني وتالت ورابع يتفرج عليه. فاتمنى باذن الله ان انتوا ايه ما تحرمونيش من اللايك. تعالوا بقى نبدا يومنا كده ونسمي الله ونشوف ورانا ايه. الحمد لله زي ما بقول لكم، صحيت كده لقيت المطبخ يعني نوعا ما في شويه مواعين صغيرين. فقلت خلاص الحمد لله هبدأ بالمواعين. وزي ما انتم شفتوا كده انا لميت كل السجاد بتاع الطرقة. يعني بصي انا مش عايزاكي يعني اتعودي ما تهلكيش نفسك في الروتين. يعني الروتين او نظام يومك، بس اتعودي ان يبقى ليكي يوم، قصدي ليكي شغلانة في اليوم. يعني مثلا انا النهاردة عارفة ان انا هعمل اكل، وهقف كتير في المطبخ، بس الشقة عندي يا جماعة تعباني جدا بسبب القطط. يعني القطط فعلا شيء صعب جدا جدا، انا مش متعوده على كده. ولازم عشان تحافظي على مستوى نظافه شقتك وريحه شقتك والكلام ده كله لازم تتعبي قوي. فانا ببذل مجهود جامد قوي في موضوع القطط ده لغايه ما اخرجهم تبني، لان انتوا طبعا انتوا قلتوا لي ان القطط الصغيره ما ينفعش تخرج. انا اول مره قطتي تولد، فقلتوا لي ما ينفعش القطط الصغيره تخرج غير لما تتم شهرين عشان تخلص موضوع الرضاعه، عشان كده حرام وكده. لكن انا كنت عايزه اخرجهم من زمان، بس انتوا سمعت كلامكم، فانا مستنيه بقى بعد الايام لغايه ما الشهرين يخلصوا واقدر ان انا اخرجهم. اولا انا ابتديت بايه، ابتديت زي ما قلت لكم لميت كل السجاد بتاع الطرقه. وتعالي بقى ناخد اوضه في طريقنا كده، يعني اوضه. فاختاري بقى اكتر اوضه مثلا بتحسي انها فعلا متوسخه من قعدتكم فيها او كده. فانا ايه، خدت الركنه النهارده، هي ما فيهاش حاجه الركنه غير شويه تراب. انتوا عارفين ان التراب ده مشكله مشكله. التراب بجد الواحد بيبقى لسه منفض ومنظف وكل حاجه، وتلاقي تاني يوم طبقه من التراب كانك ما حطيتيش ايدك. بس بقى موضوع بقى الطرقه بقى عندي، رحت لما الطرقه ولميت الملايات بتاعه سرير اوضه ابني.
مع تغيير الفرش بقى خلاص بتاعها، ولميت السجاد كده وقلت بقى هطري الجو. فابتديت بقى اخطف ايه، يعني اليوم ده لما بتحسي ان عندك نشاط بقى استغلي بقى، استغلي النشاط، لان نادرا لما بقى بيبقى عندنا النشاط ده دلوقتي. فبقيت اخطف حاجه من هنا على هنا على هنا. يعني مثلا انا دلوقتي حطيت ايه، شويه خل، شويه كربونات على البوتاجاز، وقلت هغسله كويس، ورحت حاطه الحوامل بتاعته والعيون وكده، حطيتها على الحوض، وابتديت ان انا احط عليها برضو كربونات وخل. ما تهلكيش المطبخ البوتاجاز بتاعك بالمواد الكيماويه. انا عامله خلطه ممتازه ممتازه، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اللي هي بتاعت الملابس البيضاء، وممتازه جدا لو انتي بوتاجازك عليه دهون كتيرة. ومش على الاستانلس، الحوامل بيرجعها قشطة يا بنات. يعني تحطيه كده وتحطيها جوه كيس بالخلطة اللي انا عاملاها، بجد بجد فعلا بيرجعها قشطة. تاني حاجة بتخلي الهدوم البيضة زي الفل. بصراحة الفيديو بتاع الهدوم البيضة الحمد لله محقق نجاح حلو قوي، والخلطة كمان سهلة جدا وموفرة، وهتفيدك حلو قوي في حاجات كتير. انا هنا كده في السريع بسرعه عملت ايه، عملت كنسه الطرقه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، لميت الطرقه ولميت التراب كله، وكنست الركنه، وكمان نفضتها. بس ما فرشتش الاوضه بتاعت ابني، يعني انا ما فرشتهاش، انا مجرد ان انا كنستها كويس قوي ومسحتها، وقلت خلاص شويه كده وهدخل اعمل ايه، افرش الملايات بتاعتها. بس استنيت لما الارض تنشف كلها، وابتديت ان انا احط السجاد بقى بتاعي، وشلت الحفاظات اللي عليه، نفضتها بره ومن البلكونه كده، وهوتها ونضفتها كويس قوي بالفرشه. عندي فرشه كده بتاعت القطط برضو في الفيديو اللي فات، ممتازه لو حد بيربي قطط، اتفرجي على الفيديو بتاع الروتين اللي فات، هتعرفي انا بستخدم ايه لتنظيف السجاد من شعر القطط. كنت مطلعه بقى ايه، فراخ، وما كنتش عارفه انا ناويه اعمل ايه. يعني انا مطلعه، انتوا عارفين ان احنا عاملين في تقسيمات الشهر بنقسم كده ايه، يعني كل طبق فيه 4 قطع 5 قطع، وبحيث ان احنا بنعمل وجبات. بس انا ما كنتش عارفه اليوم ده انا هعمل ايه، فانا سبتها فكت والحمد لله، يعني كده بقت تمام، وغسلتها بالميه والليمون. وابتديت بقى بعد كده احطها في صينيه، اديتها صدمه كده، الصينيه كانت سخنه جدا من غير اي ماده دهنيه، انا لسه ما حطيتلهاش اي ماده دهنيه. نزلت عليها بقى بورق لورا، ونزلت عليها بمكعب مرق وطماطمايه وشرايح بصل. وهبدا بقى ان انا ايه، اوطي النار بقى بعد ما تاخد الصدمه وتاخد لون تمام. ابدأي بقى وطي النار عشان الجلد بتاعها ما يلزقش، وابدأي ايه، اقلبيها على الناحية التانية. شوحتها شوية مع الخضار بتاعها. انا بصوا هو اكني بسلقها، بس انا مش عايزة شوربة كتير، انا عايزة حبة شوربة صغيرين بس للاكل اللي انا هعمله. فما ما سلقتهاش بقى، خليتها بتاخد طعم كده حلو قوي. فخليتها بقى، اديتها كوباية مية وسبتها بقى تغلي مع بعضها لغاية ما الفراخ تستوي، واقول لكم هنعمل معاها ايه. هنا بقى كنت جايبه بطاطا، البطاطا اليومين دول حلوه قوي قوي في السوق، كانت ب 8 جنيه تقريبا. فجبت بطاطا بقى، قلت اغسلها كده بقى، وانا بحبها بصراحه مشويه. يعني المسكره حلوه وكل حاجه، بعملها بالبشاميل، عندي بنتي بتحبها جدا جدا بالبشاميل. لكن انا بعشق البطاطا وتكون محروقه يا جماعه، معرفش بقى انتوا زيي ولا لا. يعني ايه محروقه، يعني احس كده ايه، فيها طبقه من القرمشه كده، مش كانها مسلوقه، لا طبقه كده من القرمشه، تبقى حلوه. اهم حاجه بس في البطاطا ان انتي تغسليها كويس قوي، عشان تكتلات الطينه اللي بتبقى موجوده عليها تروح. فمره والتانيه والتالته، وبالمعلقه كده بكحت فيها لغايه ما تبقى قشطه معايا بصراحه. هنا بقى كنت ببص على الفراخ كده، لقيتها خلاص تمام استوت، فقلت خلاص انا هخترع اكله كده، المهم ان انا ايه، اظبط الدنيا ونتغدى وانجز بسرعه. جبت الحله بتاعتي كده، وحطيت فيها معلقه من السمنه، ومعلقه وحبه كده صغيرين من الزيت، وهبدا انزل بقى ببصلايه كبيره، اشوح البصلايه دي كويس قوي. وقلت بقى خلاص انا هعمل اليوم ده ايه، هعمل طبيخ بصراحه. فهنا بس هدخل البطاطا الفرن، بص انا بحطها في صاج، وببدا شكيها قبل ما تدخليها او بعد ما تدخليها الفرن، وتقعد مثلا ربع ساعه كده ولا حاجه. ابداي بقى ايه، اعمليها بالسكينه كده، شكيها عشان تبدا تطلع السوائل اللي فيها، وتطلع العسل بتاعها، وتستوي معاكي وتبقى مستويه من جوه. انا هنا بقى كان عندي كيس بسله، فقلت خلاص انا هعمل شويه بسله وشويه رز وفراخ، وانجز الولاد يعني الاكل ده، بحس ان هم لما بياكلوه بحس ان هو ايه، شبعهم شويه. غير النواشف هم بيحبوها طبعا، بيعشقوها، البانيه والمكرونه وكفته الفراخ والكلام ده كله، والبرجر، الحاجات دي عندهم يعني عز حلوه جدا. بس بعدها بشويه تحسي ان هو بيقولك ايه، انا جعان.
طب الله. لكن لما بنعمل شويه رز كده وشويه طبيخ، شويه شوربه او شويه ملوخيه ناشفه او خضره، بصراحه بحس ان ايه، العيل كل يعني وشبع، يعني ابني كل وشبع. انا هنا بس كنت كان عندي كيس بسله زي ما قلت لكم، خدته كله بس سبت فيه حبه صغيرين. دايما بعمل كده يعني. طب الحبه الصغيرين دول هتعملي بيهم ايه؟ هعملهم مثلا مره اعمل تورلي اللي هو مشكل بتاع الخضار، مره اعمل رز بالخضار بيبقى تحفه، بتاع المشويات بالخضار، بحط بسله وجزر بيدي لون حلو قوي وطعم حلو. فبشيل حبه صغيرين مش هيأثروا معايا في الوجبه، وفي نفس الوقت ايه، هستفاد بيهم في حاجة تانية. انا شوحت البصل ونزلت البسلة المجمدة يا جماعة. بنفرق في حاجة، انا متنزليش بالصلصة الاول، انا عن نفسي بشوح البسلة مع البصلة واديها شوية ملح وفلفل ومكعب مرق، وانزل بالشوربة بتاعة الفراخ اللي هي كوبايتين الشوربة. اسيب البسلة تاخد نص سوا شوية في الشوربة، وتشرب مية الشوربة ومية البصل، ويبقى طعمها حلو ومسكر. وبعد كده ابدأ انزل عليها التسبيكة. دي البسله المجمده. لكن لو هي خضره بتسبكي عادي وتروحي ساقطه البسله تكوني غسلاها يعني قصدي، وتروحي ساقطاها في الصلصه على طول، وتكمل بقى تسبيك. هنا بقى بسرعه كانت، شوفوا بقى الفن بقى في الصينيه. انا مش هغسل مواعين خلاص، انا خدت الشوربه اللي انا عايزاها والفراخ في الصينيه زي ما هي، ورحت حاطه عليها شويه طماطم من بتوع البسله كده، ركنتهم على جنب. شويه طماطم وعليهم عصره ليمونه وشويه ملح وفلفل، مفيش اكتر من كده. ودخلي بقى الفرن سيبيها تنشف، ودوقي بقى الفراخ المعسله المسكره كده، طعمها بيبقى حلو قوي قوي، وفيها تتبيله حلوه قوي كده، بسبب الايه، بسبب الفرن كده لما ينشفها. بس اهم حاجه تنشفيها. هنا بقى عملت ايه، فص توم في البسله يا جماعه، بينقل معاكي البسله لطعم تاني حلو قوي قوي قوي. يعني في ناس تقعد تقول ايه، مفيش حاجه كده تركايه في البسله، لا، هي فص واحد بس. انت لو شفتيني هو فص كبير كده، انا خدته حطيته في الهراسه وهرسته ونزلته في البسله، بيدي ريحه حلوه قوي البسله وطعمه مميز. والبطاطا بتاعتنا كانت استوت بقت زي الفل، وكمان الفراخ دخلتها الفرن زي ما انتم شايفين مطلعه حمرا وجميله، تقدري بقى تمصمصيها كده وزي الفل مع شويه رز سخنين. كان الغدا بتاعنا النهارده الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. هستنى منكم لايك وتعليق حلو كده، ولو في اي استفسار اسالوني وانا معاكم. مش بحب اطول في الروتين كتير، بس المهم نشجع بعض، ويلا قومي اتنشطي كده.